جدا، بس خلاص يعني كده انا احساسي بيقول لي خلاص كده الموضوع انتهى. جماهير الزمالك مش هتعمل حاجه تاني مع زيزو، جماهير الزمالك مش هتشتم زيزو تاني، ومش هتتكلم ولا تقول ان هو جعان، لان هم شافوا الراجل مركز. انا ماليش دعوه بيكوا، اشتموا زي ما انتوا عايزين، ولا في دماغي اي حاجه. نشيد بكل لعيبه النادي الاهلي، نشيد محمد علي بن رمضان اللي هو نزل في اخر الماتش وكان فدائي، نشيد باشرف بن شرقي، نشيد بزيزو. زي ما الفتره اللي فاتت قلنا ان لعيبه النادي الاهلي لا المفروض يقدموا احسن من كده، لازم يلعبوا علشان النادي الاهلي، لازم يلعبوا علشان كيان النادي الاهلي، لعبوا عشان النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي. وشفنا لقطات عظيمه جدا بعد الماتش، لقطات عظيمه جدا بعد الماتش. الناس اللي كانت بتقول لك لعيبه الاهلي بيتخانقوا مع بعض ولعيبه الاهلي ما بينهم مشاكل، وانا واحد من الناس قلت الكلام ده، قلت هل لعيبه النادي الاهلي بينافسوا على بعض؟ ولكن مش يعني ما فيش مشكله، انا غلطان يا عم. الراجل لما يطلع حسين الشحات ويحلف بالله ان ما في اي شيء من اللي بيتقال في الاعلام ده في اوضه اللبس، ولا بينافسوا على بعض، ولا في مشاكل ما بينهم بعض، لا يا باشا صدقتك، ما عنديش مشكله خلاص. اقول انا غلطان ما عنديش مشكله، يعني الواحد طالما شايف ان هو قال حاجه وهو غلطان فيها، انا ما عنديش مشكله عن الاعتذار. انا بعتذر لك يا باشا، بعتذر لك، واتاكدت تماما ان مفيش مشاكل ما بين لعيبه النادي الاهلي. شوف الحب ما بين زيزو وحسين الشحات اللي بيلعب مكانه، شوف الحب من لعيبه النادي الاهلي مستنيين زيزو عشان يرفعوا الكاس. يعني هو ده الترابط اللي احنا بنقوله. خلي بالك يعني المدير الفني ليه دور كبير جدا، الراجل اللي دخل بابتسامه وضحك على اللعيبه، ابتسامه ما راحتش من على وشه بصراحه، عمل بصراحه دفاع محترم جدا، ووظف اللعيبه ومركزهم تمركز محترم جدا. افقدوا امبارح الزمالك خطورته تماما، يعني هي كانت خطوره نادي الزمالك واقفه من عند نص الملعب، كل ما يعدي نص الملعب يلاقي اليو ديانج ومروان عطيه، فكده شكرا يعني. احنا لو هنتكلم عن تقييمات اللعيبه ونقيم اللعيبه، اتمنى يا رب ان انا اقيم اللعيبه التقييم المظبوط بتاعهم وهناخدهم ايه واحد واحد. محمد الشناوي بالنسبه لي 6 من 10، وما يزعلش علشان هو اخطا خطأين ما ينفعش ان هو يخطئهم. يعني انت النهارده لازم تقدر الكوره كويس جدا، لازم تبقى طالع في الوقت المناسب. الماتشات الكبيره بتخلص بتفاصيل صغيره يا شناوي، وانت عارف الكلام ده كويس. محمد هاني نديله طبعا 9 من 10، مفيش كلام. ياسر ابراهيم 7 من 10. مع ياسين مرعي ياخد 9 من 10 عشان هو عمل ماتش محترم جدا جدا دفاعيا، حاجه بسم الله ما شاء الله. كوكا ما طلعش لا شيكو بنزا من جيبه ولا الفينا، فالراجل ياخد 9 من 10. تيجي على نص الملعب لما تتكلم على مروان عطيه اللي ربنا كافئه بالجون، يعني عمل ماتش كبير جدا، واليو ديانج عمل ماتش كبير جدا، الاثنين ياخد 9 من 10. زي ما بيقولوا كده انا مخلي